الفنان أحمد العوضي تفاصيل دوره في مسلسله الجديد ضرب نار، الذي سيعرض ضمن دراما موسم رمضان 2023. وقال العوضي في تصريحات تلفزيوني: مفيش تشابه بين شخصية جابر الكوماندا وسيف الخديوي التي قدمتها في رمضان 2021 وشخصية العام الحالي مواطن من سوهاج ولديه قيم ومبادئ وأصول متربي عليها بحكم أنه صعيدي. وقصة حبه مع ياسمين عبد العزيز مختلفة تماما عن قصة آل خديويفي، آل ليمال وشكبير، ولكن آل كوماندي مكافح ولديه ورشري كاوتش. وأضاف: أنا اللي بصنع المصطلحات الخاصة في أعمالي، ومعي أحد أبطال التيك توك يدعى لوشا، وهو رجل لذيذ، ولكن شخصيتي في العمل ليس لها علاقة بما يقدمه ومحتواه على التطبيق. وتابع: التصوير في المسلسل مستمر لإنهائه قبل شهر رمضان، ونسعى إلى تقديم مسلسل جيد يحظى بإعجاب الجمهور. وشدد العوضي: عندنا تحد أنا وياسمين لكي نقدم مفاجأة للجمهور، الناس منتظرانا نقدم أفضل من اللي ملوش كبير، وياسمين عاملة دور مهرة وهو مختلف تماما، وهي ستقدم مفاجأة للجمهور وأنا أيضا. مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشد، دنيا المصري، هدى الإتربي، أحمد غازي، أيمان السيد، بدريت طلبت، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين. وغاب أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عن المشاركة في دراما رمضان الماضي بعدما قدم مسلسل اللي ملوش كبير في 2021.